لو عندك شوية دقيق ونص كوباية سمنة على زيت، قومي بقى اعملي شوية قرص فلاحي من الآخر توفير. 4 كوبايات من الدقيق، عليهم 4 معالق من السكر، معلقتين لبن بودرة اختياري، نص معلقة بيكنج باودر، ربع معلقة ملح. هقلب المكونات الجافة على بعض، وهجيب نص كوباية خليط سمنة على زيت، وهضيفهم وهفرك بيهم الدقيق كويس جدا لحد ما الدقيق كله يتشرب من المادة الدهنية. نص كوباية مية دافية، عليها معلقة ممسوحة خميرة فورية ومعلقة سكر صغيرة، لازم الخميرة تشتغل معايا وتبقى نشطة كده عشان ابقى مطمنة وانا بضيفها على الدقيق. هقلبها في الدقيق بالشكل ده، وجنبي نص كوباية مية دافية هنزل بيها شوية بشوية لحد ما اشوف الدقيق بتاعي ياخد قد ايه. نص كيلو دقيق اخد معايا نص كوباية مية دافية تانية غير اللي حطيت فيها الخميرة. عجنة بقى حلوة من ايديك الحلوين، ريحي 5 دقايق وكل شوية عجني. ده اللي هينجح معاكي القرص برغم ان هي موفرة واقتصادية وما فيهاش مكونات كتير. هنسيبها على جنب قد ايه، نص ساعة مش اكتر. وبعدين هقطعها، مش هسيبها تخمر بقى ساعتين وثلاثة عشان ما تقلبش معايا عيش فينو. وهبدأ ان انا اقرصها، يعني اقطعها بالشكل ده وانعم كل واحدة كده، واحطها في صواني مدهونه بمسحه زيت خفيفه، وبعد ما ارصها اسيبها ترتاح كده 5 دقايق علشان لما اضغط عليها ما تلمش. لو لقيتي ان هي بتلم معاكي زي الاستيك، ريحيها وارجعي بططيها تاني. هندخلها على الشبكه اللي في فرن اوسط درجه حراره 200 عشان المخبوزات بتستوي بسرعه ما تنشفش مننا. هتاكلي احلى قرص فلاحي، موفره واقتصاديه ودايبه ذوبان. جميله جدا جدا للفطار ومع الشاي وكمان لللانش بوكس في المدارس. مفيش بعد كده جمال ولا اوفر من كده طريقه. ان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم من اول مره.